مش عايزة اديكوا طاقة سلبية خالص. بجد انا مش كويسة، انا مش كويسة خالص، مش كويسة خالص ومش عارفة مالي، ومش لاقية حل للي انا فيه، مش لاقية حل للي انا فيه. انا كل حاجة عمال بنساها، كل حاجة عمال بنساها، بنسى كل حاجة، ومش عارفة ايه اللي حصل لي الفترة الأخيرة، مش عارفة ايه اللي حصل لي. بجد محتاجة اعرف انا عندي ايه، محتاجة اعرف انا ليه بنسى، حتى المشاكل بنساها، كل حاجة بنساها. عدى 18 يوم من حياتي كنت صاحية فيهم، وكنت بتكلم وكنت باكل وكنت بشرب ومش فاكرة منهم اي حاجة، ودلوقتي بقيت بنسى. ممكن يحصل موقف انساه، ممكن يحصل مشكلة بيني وبين حد اصحى نسيها. مبقتش عارفة استحمل الموقف ده خالص، ولا استحمل الوضع اللي انا فيه، ولا استحمل الوجع اللي بيجيلي في دماغي. مش عارفة، مش عارفة اطلع الطاقة دي فين، ولوحدي، لوحدي، لوحدي، ومامتي تعبانة على تعبي، ومفروض تعمل عملية، وكل حاجة وحشة. بس انا اكتشفت ان كل الناس كدابين، وكل الناس منافقين، وكل الناس بتوع مصلحتهم. ومش عارفة اعمل ايه ولا اروح فين، وكل حاجة في حياتي عمالة بتبوظ، كل حاجة عمالة بتبوظ. مش عارفة اقول ايه، ولا في اي كلام مترتب عندي، ولا في اي حاجة، بس انا مش عارفة اعمل ايه تاني. مش عارفة استحمل الألم اللي بيجيلي في دماغي، مش عارفة استحمل التوهة اللي بتجيلي. انا تايهة 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 والله. بحط الفلوس في مكان واضيعها وانساها. كنت في المستشفى ونسيت شنطتي بمحفظتي بفلوسي بذهبي بكل حاجة، سبتها ومشيت. الشنطة اللي انا شايلها في ايدي، نسيت محفظتي في مكان وانا مسافرة، كل حاجة عمالة بنساها. مش عارفة انا ليه علاج ولا لا. ماما تقول لي انت كلمتي اختك في التليفون، قلت لها كذا. انا مش فاكرة ان انا كلمت اختي، بعمل حاجات مش عارفة افتكرها. مش عارفة، مش عارفة في ايه يا رب. الف حمد وشكر ليك يا رب، بس